طيب شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نعمل فيديو جديد كده وهو خاص بالأهداف المتعددة. في ناس كتير لما بتيجي تشتغل في الفوركس أو التداول بشكل عام هي مش عارفة يعني إيه أهداف متعددة وتشتغل عليها إزاي، وهل هي حاجة مفيدة ولا لأ. تعال نشوف مع بعض إيه هي الأهداف المتعددة، وهل هي حاجة أصلا بالنسبة لك هتبقى مفيدة ولا لأ، وإزاي إنك أنت تستخدمها بشكل صحيح جدا. بص يا سيدي، اول هم انت لما بتيجي تدخل تريده، مثلا انت داخل تريده باي من هنا، اوكي، وداخل للستوب بتاعك هنا. رقم واحد، انك انت الطبيعي جدا ان انت لما بتجي لك تريده بالشكل ده كده، ده الفاينل تي بي بتاعك، اوكي، يعني ده الهدف الاخير بتاعك. الصح جدا انك انت لازم تبدا تقسم التريده دي. طب اقسمها بشكل عامل ازاي؟ لازم تبدا تعمل كده وتلاقي ان ده بالنسبه لك كده الهدف الاول، اوكي. يعني ده بالنسبه لك كده لازم يكون الهدف الاول اللي هو واحد لواحد، اوكي، بالمنظر ده كده. تمام، هنا كده. طيب ده بيفرق معاك؟ اه طبعا هيفرق معاك جدا. هيفرق معاك في ايه؟ هقول لك انا دلوقتي وهوريك دلوقتي هل هو حاجة مفيدة بالنسبة لك ولا لا، بس ركز معايا كده. اوكي، ده مثلا تي بي 1، اوكي. طيب نيجي بقى للجزئية التانية ورقم اتنين، وهي الهدف التاني. الهدف التاني وهو بيكون واحد لاتنين في نفس المكان كده بالظبط، اوكي. ده بيكون هدفك التاني. طيب ليه الكلام ده؟ برضو هي الفكرة كلها من فكرة الهدف التاني ده او من الحاجة ده يا شباب، انك انت هتسهل عليك التداولات بتاعتك جدا يعني. ثانية واحدة كده. تعال نقول ان ده مثلا على سبيل المثال ده تي بي 2 بتاعك كده. تمام. طيب الهدف الثالث يكون زي ما يكون بقى محطوط هنا كده، ايا كان الوضع عامل ازاي. المهم ان انت لازم يكون مقسم التريده بتاعتك بالشكل ده كده، او على الاقل لازم يكون عندك مقسمها لاتنين، يا اما هدفين او ثلاثه او اكتر حسب ما انت بتشتغل، بس على الاقل خالص اقل تقدير لازم يكون في الطريقه دي يكون هدفين. طب معنى كده ان احنا ما نقدرش نشتغل بهدف واحد؟ لا، تقدر عادي جدا. وخليني هوريك ازاي تقدر تشتغل بهدف واحد، واوريك ايه الفرق، او ليه هتشتغل باهداف متعدده، واهم وهي مهمه بالنسبه لك افضل بكتير. رقم واحد، ان انا هنا يا شباب لو انا داخل التريده كده لما انت بتاخد بالك ان احيانا السعر مثلا طالع الشمعه بالمنظر ده كده اهو. السعر طالع هنا بيضرب الهدف، لما تاخدوا بالكم احيانا بيضرب الهدف ويروح نازل، صح؟ يعني احيانا بيروح نازل ضرب الايه، ضرب الستوب معاك بالشكل ده كده. اللي هنا لو انت واخد التريده، واخد الهدف الاول، اول هام في فلوس دخلت حسابك. ده رقم واحد، في فلوس دخلت حساب. طب رقم اتنين، انت رحت مأمن الحساب بتاعك التاني، يعني انت رحت جاي حاط ناقل بالنسبة لك، شديت الستوب نقلته على، ثواني، اهو تروح انت ناقل الستوب بتاعك على الدخول بالمنظر ده كده. فلو انت عندك حتى تريدتين او ثلاثة، ففي النهاية هم ايه؟ هي تريدة واحدة بس اللي جابت الهدف، والاثنين التانيين اتأمنوا وطلعت بريك ايفن. ده الفكرة كلها في انك انت تكون حاطط الهدف الاول. كذلك الامر لو الهدف الثاني، لو الهدف الثالث بالمنظر ده. تمام. طيب الاهداف المتعددة ده انا كده هدخل التريدة ثلاث مرات. طيب يعني ايه الكلام ده؟ بس قبل ما اوضحه لك تعالى نوضح الجزئية الثانية. في نفس الوقت انا اقدر ادخل التريده، ولكن هي هدف واحد بس، يعني قصدي تريده واحده بس، هي نفس التريده عادي، اوكي، نفسها ما فيهاش اي مشكله خالص. اهو انا دخلت التريده من هنا، الهدف بتاعي عادي جدا، والستوب بتاعي هنا، وداخل التريده، بس انا هنا هدخل تريده واحده بس. ولكن ان انا المفروض جدا ان ابدا اول ما السعر يبدا يتحرك لازم ابدا اعمل حاجتين برضه. اما هقفل جزء من اللوت سايز بتاعي علشان يبقى في تأمين للحساب بتاعي، وان في فلوس دخلت الحساب بتاعي برضو، وابدا امن برضو التريده. بس هنا هفضل متابع بشكل كبير جدا عشان اول ما السعر بيبدا يتحرك ويتجه في طريق الهدف بتاعك تكون انت مأمنه. تمام. تمام. طيب ايه الفرق ما بين الاتنين دول؟ الفرق هنا ان احيانا زي ما قلنا ان السعر ممكن مره واحده يجي من هنا اهو كده جاي كده، مره واحده زي ما انت بتشوف مثلا شمعه هنا. شمعه هنا لو خدت بالك من هنا هي طلعت عملت ايه؟ هي طلعت جابت لك الهدفين اهو.
يعني هي شمعة واحدة بس طلعت جابت لك الهدفين. لو انت النهارده شغال بالطريقة دي فانت ما زلت التريدة كسبانة، بس انت ما امنتهاش ولا لسه غلطت فيها، لانك انت ممكن ما تكونش كنت متابعها او شايفها اصلا. ولكن في الطريقة دي لا، الشمعة الواحدة طلعت جابت الايه، جابت الهدفين بتوعها عادي جدا، ولسه الهدف الثالث هو اللي انت بس ايه هتأمنه. يبقى هي بالنسبة لك ان الطريقة دي هي افيد بكتير، او انا بالنسبة لي كهاني ان الطريقة دي افيد بكتير جدا من الطريقة دي. اوكي، ولكن الاثنين صح. طيب نيجي بقى للنقطة المهمة، ان انا هدخل التري ده اصلا ازاي الاثنين. بص يا سيدي، ودي حاجة احنا هقولها لك سريعا بس هيبقى نتكلم فيها في إدارة رأس المال. لو انا هنا هدخل التريدة دي كده بالدولار مثلا 0.10، اذا لو انا هدخل التريدة دي هنا 3 مرات يبقى هعملها كده يا شباب. يبقى اعملها كده 0.03 كده. اوكي، ده هنا انا عملت حاجة اسمها تقسيم اللوت سايز بتاعي بالمنظر ده كده. اوكي كده. يعني ايه بقى؟ يعني الصفقة دي لو خسرت مثلا هتخسر يا سيدي 10 دولار. اوكي، يعني تعال نقول ان الصفقة دي والله لو خسرت مثلا هي هتخسر معاك 10 دولار. اوكي. طب والتانية هي نفس الكلام برضه، لو خسر هتخسر 10 دولار. يعني دي 3 تريدات هتخسر 10 دولار دي، هي نفس الكلام، لان انا هنا قسمت اللوت سايز بتاعي. ولكن ان انا قسمت ان الهدف الاول ب 30 سنت مثلا، اول ما وصل هنا هو قفل 30 سنت، قفل هنا 30 سنت وفاضل معايا الاربعه، او اعكس اخلي الهدف الاول هو ال 40 سنت. هي نفس الايه، نفس الفكره. ولكن لازم تكون انت شغال بايه، شغال باهداف متعدده. انا كان لما اجي اشتغل، انا بحب اشتغل بالطريقه دي. انا احب اشتغل بالاهداف المتعدده، ما احبش اشتغل هدف واحد. طيب هدخل ال3 تريدات ازاي؟ من نفس الانتري. يعني انا داخل والله حاجه من المكان ده كده اهو، مثلا من هنا هعمل ايه؟ حدد باي، حدد 3 باي، حد باي ب 30 سنت، باي ب 30 سنت، باي ب 40 سنت، وابدا احط الستوب واحد، ولكن الهدف هو اللي متغير. يعني الستوب واحد، الستوب لوس هيكون واحد للثلاثه، ولكن الهدف الاول ده هيكون للتريده دي مثلا، والهدف الثاني دي، والهدف الثالث ليه، لدي. بكده انت تكون عرفت يعني ايه هي الاهداف المتعدده وهتفرق معاك في ايه. بس لو انت عايز يعني لو عايز تاخد نصيحتي، لا انا بقول لك اشتغل بالاهداف المتعدده، هتفرق معاك جدا. هتحس ان في فلوس دخلت حسابك، هتحس ان انت فعليا في وقت ان انت تدخل حساب هنا زي ما قلنا السعر ممكن يكون طلع جاب الهدفين ونزل تاني مثلا للانتربرايز. لكن هنا لو انت نفس الخطوه، لو هنا لو طلع كده، لو طلع حتى لو هم لما نزل لهنا مثلا، لو نزل هنا كده، اوكي هنا كده، فانا هطلع بريك ايفن في الثالثه. يبقى انا في هدفين دخلوا جيبي او دخلوا حسابي، وفي هدف ثالث طلعت منه بريك ايفن. انما هنا لو ما انا مش شغال بتريده واحده، والسعر والله نزل مره واحده زي ما بتيجي شمعه بتطلع وتنزل كده، لا انا ما زلت في الصفقه ولكن لا كسبان ولا خسران فيها. اوكي. دي كده بالنسبه لك فكره الاهداف المتعدده. لو فيها اي حاجه يبقى كلمني اوضحها لك. اوكي. هنعمل حاجه تانية خاص بإدارة رأس المال عشان برضو تكون فاهمه بشكل قوي جدا. والناس اللي كانت تسأل على التريننج ستوب هنعمل لها تدريب برضو وشرح عشان تعرف ازاي تعمل التريننج ستوب بتاعك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.